صيام عرفة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب فيه سنة ماضية وسنة باقية. يعني يكفر الله بصيام يوم عرفة سنة ماضية وسنة باقية، يعني أجر تكفير سنتين في صيام هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة. طبعا هذا لغير الحاج. أما الحاج يجوز له أن يصوم يوم عرفة، والأفضل ألا يصوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما صام يوم عرفة. لكن لو صامه الحاج لا شيء عليه. لو أن أحد الحجاج قال سأصوم يوم عرفة عليه بالعافية، ما في بأس. لكن أهم شيء لا يضعفه عن العبادة في ذلك. إذا كان لا يضعفه يصوم ما في بأس إن شاء الله تعالى. والسنة ألا يصوم، السنة لا يصوم، وإن صام لا شيء عليه. وأما أهل البلد الأصل أنهم يصومون، هذا أفضل، وهو ليس بواجب. ولا يجوز لنا، وهذه قصة جزاك الله خير هذا السؤال، لا يجوز لنا كما يفعل البعض الآن أن إذا شاف واحد يوم عرفة مفطر ينكر عليه، يقول كل الناس صايمة ليش أنت من صايم؟ يا أخي نافلة، لا تجبر الناس على فعل النافلة. بل إن بعض أهل العلم يقول أحيانا ينبغي أن يترك الإنسان النافلة حتى لا يظن الناس أنها واجبة. يعني لا، الإنسان لا يوجب على الناس شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. هو مستحب صيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام 6 من شوال. بعض الناس ينكر، ليش مو صايم 6 من شوال؟ ليش مو صايم عرفة؟ ليش مو صايم يوم عاشوراء؟ لا يجوز أن تنكر على الناس أنهم تركوا أمرا مستحبا. لكن لا مانع الإنسان يرشد، يقول أذكركم بصيام عاشوراء، أذكركم بصيام عرفة، أذكركم بصيام 6 من شوال، ورتب الله عليه من الأجر كذا وكذا. أما أنه ينكر وكأن الإنسان فعل منكرا من المنكرات، هذا لا يجوز حقيقة. يعني هذه مبالغة في هذه الأمور. نعم.